السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم بوصفة طاجين الحلو باللحم، يعني الوصفة التقليدية تاع زمان. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وصدقوني يا البنات جات بنت طاجين الحلو تاع العراس. يعني على بالي الا جربتوه بهذه الطريقة رايح يعجبكم ورايحين تعتمدوا هذه الوصفة. نروحوا لطريقة التحضير والمقادير لهنا. شوفوا عندي طنجرة اللي راح نطيب فيها. عندي الفواكه الجافة تاعي، اي نوع كان متواجد عندك ديريه. انا عندي البرقوقه، عندي المشماش، عندي الزبيب، وعندي هذا الكيوي المجفف. هذا واش كان متواجد عندي. قلت لك انت ديري واش عندك. الكيله تاعنا معمره بومبي كيما شفتوا راهي مقببه. والكيله دوزيام تاع السكر نفس الكيله تكون ناقصه صبع تاع السكر، يعني الكيله اللي ديروا بها الفواكه الجافه تعمروها للفم ديروا كيله سكر ناقصه صبع. وبنفس الكيله راح نديروا نص كيله ماء ونص كيله ما زهر. ولهنا عندي اللحم تاع البقري، عندي حبه تاع بصل صغيره مقطعه مدوره هكذا، مقطعتهاش عفوا درتها هكاك صحيحه. وعندي العواد تاع القرفه. عندي اللوز للتزيين في الاخير راح نقليه في شويه تاع زبده ونزين به طاجين الحلو ديالي. وعندي المارغرين، انا نستعمل طاجين الحلو بزاف بلا بالي يجيني بزاف بنين. نتوما تحبوا تستعملوا السمن ديروا السمن كيما حبيتوا. لهنا راح ندير مغرفه كبيره تاع مارغرين في الطنجره ديالي. نتوما حبيتوا ديروه في هذه المرحله في الكوكوطه باش يطيب لكم اللحم بالخف، تقدروا ديروه تغلقوا عليه يعني قد ما يطيب وتحلوا عليه، ولا ديروه في الطنجره وطيبوه على نار قليله. نرمي اللحم ديالي والعواد تاع القرفه وهذيك الحبه تاع البصل مدوره. قلت لكم هنا الدور تاع البصل في هاد يعني الاكلات اللي يجوا سالي سكري، يعني عنده دور مهم فيهم. يعني سورتو هذا طاجين الحلو، يعني الوصفه الاصليه تجي بالبصل. لهنا عندي قرصه تاع الملح كيما شفتوا، يعني هذا الملح راح يعدل لنا الذوق تاع طاجين الحلو تاعنا كيما على بالكم يجي سالي سكري. لهنا نقلي هذاك اللحم مع هذيك الزبده والبصل والقرفه مليح حتى يتنكه لنا هذاك اللحم مليح بهذيك الزبده والبصل وكامل. ولهنا واش راح نزيد عليه هذيك الكيله تاع السكر، نجيبها نزيد عليه مغرفه تاع قهوه تاع السكر. شوفوا باش يتعسل لنا هذاك اللحم، لانه اللحم ماناش رايحين نخلوه يطيب في طاجين الحلو كامل، رايحين نطيبوه هو الاول ومن بعد نحو. دوك تبعوا معايا الطريقه وتعرفوا علاش. قلت لكم نزيد هذيك المغرفه تاع السكر ونخليه يتقلى مليح. كي نحسوا بلي تقلى وتنكه لي مليح بهذوك المكونات كامل. لهنايا واش رايحه ندير. شوفوا راني نقلي فيه ونقلب فيه مليح باش يتنكه لي كامل. لهنا رايحه ندير نص كيله تاع الماء. هذيك الكيله اللي قلت لكم عندي نص كيله ماء ونص كيله ما زهر، درت غير الماء نص كيله. نغطي عليها نخليها ترفد الغليه ونقص لها النار كامل. اكدوا لي على هذه المرحله، علاش قلت لكم تقدروا ديروها في لاكوكوط. الا درتوها في لاكوكوط تغلقوا عليها هنا 5 دقائق وراح يطيب معكم اللحم. ولا نقصوا لها هنا النار كامل وخلوها تطيب بعقلها حتى يطيب معكم اللحم ديالكم، وشنو ما تخلوش حتى ينشف الماء. لهنا بعد ما طاب لي اللحم شوفوا قعدت لي كميه قليله من لاصوص هذيك تاع اللحم. نجي نحي البصل هذاك ونحي تاني كل اللحم ديالي نديرو في الريسيبيون بجهه. قلت لكم هنا اللحم علاش نحيناه باش كي تحضروا الطاجين الحلو تاعكم في الاخير اللحم رايح يقعد معكم طري ماهوش رايح ييبس. باغ كونطخ الا طيبتوه مع السكر هذا يعني مع السيرو كامل راح يجيكم يابس في الماكله تاعو. لهنا رميت هذاك السكر نقليه شويه تاني في هذيك الزبده ونزيد عليه الفواكه المجففه. انا الفواكه ديالي اليوم كنت شمختها في ماء سخون، خليتها 10 دقائق في الماء سخون ومن بعد صفيتها. كيما تقدروا تغسلوها وتفوروها طيبوا السيرو تاعكم وفي الاخير ديروا الفواكه تاعكم، ولكن انا نفضل هذه الطريقه خير. شمختهم في الماء سخون قلت لكم 10 دقائق صفيتهم ودرتهم يطيبوا. لهنا نكمل النص كيله دوزيام تاع الماء زهر. كيما شفتوا درت الكيله تاع الماء في الاول وما زدت ميم هذيك الكميه كي قعدت قليله. ما تقولوش بناش يعني كافيه ولا بزاف، لأن الفواكه تاعنا رانا شمخناها ديجا في الماء وتشربت كميه من السوائل رايحه تطلقها في الطياب. لهنا درنا نص كيله تاع الماء زهر وغلقنا على الطاجين الحلو تاعنا ونخلوه يطيب بعقله. لهنا تقدروا تزيدوا نجمه الارض ولا القرنفل الا تحبوهم. انا ولادي ما يحبوش هاد ليغو، يعني اكتفيت غير بالقرفه، نحب فيه الكو تاع القرفه بزاف هذا ما كان. نتوما يعني تقدروا تزيدوهم. لهنا خليته يطيب كيما راكم تشوفوا. بعد ما دار لي هاد الفقاعات ونشوف القوام تاع السيرو تاعي نعرف باللي طاب. نتوما القوام نتوما تحكموا فيه، تحبوه ثقيل شويه تحبوها خفيفه. لهنا طابت معايا طفيت عليها. جبت هذاك اللحم رميته في وسطها وندخلو في وسط السيرو باش يتنكه. لهنا قلت لكم اللحم ديالكم راح يقعد طري، يعني راهو طايب ما شاء الله ويتنكه دوك بهذا السيرو تاع اللحم الحلو، وتاني رايح يجيكم طايب زبده ما يجيكمش يابس. لهنا جيت
جيت نوري لكم طاجين الحلو تاعي في طبق التقديم. هذاك اللوز قليته في مغرفه صغيره تاع الزبده في المقله، حمرته بهذه الطريقه، حطيته دوك نزين به طاجين الحلو من الفوق. لهنا سقيته معكم بطريقه عشوائيه، كما كاين طرق بزاف تقدروا تزينوا بهم طاجين الحلو تاعكم. ان شاء الله في المرات الجايه كي نشارك معكم اطباق واحده اخرى نشارك معكم شويه تزيينات تاع طاجين الحلو كيف تقدروا ديروه. لهنا قلت لكم سقيته معكم بطريقه عشوائيه. حطيت الفواكه تاعي بهذه الطريقه. لهنا اكدوا لي على لاصوص كيفاش جات، يعني جات صفراء صافيه ما شاء الله. لهنا صدقوني يا البنات الاضاءه ما عطاتلهاش حقها، راهي شويه مظلامه، بصح جات هذيك لاصوص صفراء ما شاء الله. وجات البنه تاعو قلت لكم طاجين الحلو تاع العراس تاع الزمان، يعني وصفه هذه الا جربتوها على بالي بلي راكم رايحين ما تزيدوش تستغناو عليها. لهنا هاوليك بعد ما سقيته نقرب لكم شويه لا فيديو باش تشوفوا هذيك لاصوص. قلت لكم شوفوا راهي صافيه مرايه. لهنا نزينها بشويه تاع اللوز من الفوق اللي كنا حمصناه في الزبده. وهذا هو طاجين الحلو تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. طريقه سهله كما شفتوا بالخف توجدوا، ما فيه حتى تعقيدات، وصدقوني يا البنات يجي بنين بنين عسل. لهنا نكون لحقت معكم نهايه لا فيديو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم وتجربوها وتخلوا لي رايكم في الكومونتير، واستنوني في وصفات اخرى باذن الله. ونقول لكم صحه فطوركم يا البنات، والسلام.